طبعا اخيرا الاهلي ابتدى يعلن عن الصفقات. ظهر الخطيب فظهرت قوة الاهلي، ظهرت الخطيب فظهر امير توفيق اللي كلنا علينا لغط نتكلم على ان هو راجل عنده مشاكل في التعاقدات، وموليكا يروح ب 300 و 500 الف جنيه يروح السعوديه اللي هي بتدفع اكتر منك، واحنا يطلب مننا 5 مليون يورو و5 مليون دولار وارقام فلكيه في كل لاعب بنحاول نتفاوض معاه. زين الدين بالعيد بيروح بره في دوري مغمور ارخص من مكان هيجي النادي الاهلي. فيظهر الخطيب، يظهر قوة النادي الأهلي، يظهر الخطيب، تظهر فعالية النادي الأهلي في تخليص وينجز وخلص. ما بيحصلش الكلام ده غير مع الخطيب. ده اللي بيدل على ان مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط ولجنه السكاوتنج وكل اللجن اللي جوه النادي الاهلي ما هي الا صوره، وفي وجود الخطيب بيبان. الخطيب مش موجود، فين القرارات اللي بياخدوها؟ حتى الراجل مارسيل كولر كان عنده مشاكل كتيره جدا، ما كانش يلاقي حد يتكلم معاه او حد يسهل له الدنيا. اول ما ظهر الخطيب اجتماع خلص الكلام، طلعت القرارات. كاس مش هلعب كاس، دوليين مش هيروحوا قبل يوم 1 سبتمبر. مفيش حاجه اسمها كل توقف دولي تاخد لي اسبوع. المنتخب عنده في 3 شهور ورا بعض توقف دولي، ماتشات للمنتخب، هيلعب ماتشين والشهر اللي بعده يلعب ماتشين والشهر اللي بعده يلعب ماتشين. قرارات. انا مش هديك كل ما تيجي توقف دولي تقول لي هاخد اللعيبه قبلها باسبوع، انا كده مش هخلص الدوري، انا كده لعيبتي مش هتستريح. فانت هتقول لي مثلا لا ما بيتاجل لك وما بيتاجلكش، اللعيبه بتاعتي هي اللي بتلعب في المنتخب، وهي اللي بتلعب اساسيه في المنتخب. انا فين؟ اللعيبه بتتفرم وانت بتقول لي انا متاجل، انا متريح. انت مريح بقالك شهر ونص في الدوري مع المنتخب يا باشا. لا مفيش الكلام ده. يظهر الخطيب، تظهر القرارات. لعيبه هلعب بالناشئين واللعيبه اللي ما بتلعبش قرار الخطيب. فين مرتجي؟ مفيش. فين الشباب كلها اللي تحت حسام غالي؟ فين عادل القيع رئيس شركه الكوره؟ وفين لجنه التخطيط وكل الكلام ده؟ فين الراجل؟ كان كل يوم عنده مشكله في المؤتمرات الصحفيه مع المترجم، في مشكله هنمشي المترجم، خلاص هنخلص. الخطيب هو اللي خد القرار. في الختام، مبروك علينا يحيى عطية الله، عقبال الباقي. سلام.